الاوكسي استرين. المفروض ان انا دلوقتي هبتدي اشغل البوري بتاعي. هبدا اي صمام من الاول، هبدا فتح اي صمام من الاول. الاكسجين. يا لا خيبه الامل. والاكسجين بيشتعل؟ يبقى هبدا بغاز الاسترين، الغاز اللي هو بيشتعل الاول، الوقود الاول. اوكي كده؟ بفتح الاسترين بتاعي. اوكي؟ وابتدي اعمل له عمليه ايه؟ اشعال. ده غاز الاسترين، غاز ضعيف ملوش اي قيمه بدون العامل المساعد بتاعه اللي هو غاز الاكسجين. اوكي كده؟ طيب ابتدي ازود اكسجين ببطء سنه بسنه. ليه بسنه بسنه ببطء؟ مش هزود دفعه واحده، لان لو زودت دفعه واحده ايه اللي ممكن يحصل؟ لا يطفي. مش هيزود اشتعال قوي. اوكي كده؟ ابتدي ازود ببطء سنه بسنه. بصوا كده على شكل اللهب ايه اللي بيحصل له؟ بدل ما هو وحده واحده بيبتدي يتغير. اختلف شكل اللهب، بدل ما كان وحده واحده اصبح وحدات متعدده فوق بعضيها. مخروط داخلي، مخروط اوسط، غلاف خارجي. ده شكل اللهب اللي موجود معايا دلوقتي. ده على طول اوتوماتيك طالما شفت 3 مناطق فوق بعض بسميه لهب مختزل. لهب ايه؟ مختزل. لهب مختزل يعني نسبه الاسترين اكبر من نسبه الاكسجين. مجال استخدام اللهب المختزل ثالث اللي هي النقطه البيضاء قوي مش حمراء. البيضاء اللي جوه البيضاء قوي عامله زي راس السهم بالظبط. بس المفروض ان هي في زي حاجه خضراء فوق النقطه البيضاء. ما هي الحته البيضاء الخضراء اللي هي اللي في النص. وبعد كده الغلاف الخارجي اللي هو الاحمر اللي بره ده. هي خضراء. شفتوا؟ شايفهم كده عندك في الكامب؟ ماشي. طيب نيجي بقى مش واضحين يا سيدي. اللهب المختزل اللي عندي وظيفته ايه؟ وظيفته تسخين المعادن والحام بعض انواع المعادن سريعه الاكسده. ليه بسخن بيه وبلحم بيه المعادن سريعه الاكسده؟ لان نسبه الكربون عندي هنا الخارجه عاليه جدا. فنسبه الكربون دي بتعمل لي طبقه عازله فوق سطح الشغل اللي انا بعمل فيها عمليه اللحام. يجي اكسجين الهواء الجوي يحاول يتحد مع الشغله بتاعتي. ايه اللي يحصل؟ يلاقي طبقه الكربون اللي موجوده لان الكربون اتقل من الهواء الجوي دي خواصه. فيبتدي يلاقي طبقه الكربون اللي موجوده، طبقه الكربون دي بتبتدي تعمل لي ايه؟ عازل للشغله بتاعتي. اهم نوع من انواع اللهب عندي على الاطلاق اللي هو الايه؟ النيوترال فليم او اللهب المتعادل. هبتدي ازود ايه؟ ازود اكسجين ولا اقلل استرين؟ الاثنين صح. ازود اكسجين او اقلل استرين. فابتدي ازود اكسجين، دي النقطه اللي كانت جوه اللي انت ما كنتش شايفها من المخروط الايه؟ الاوسط اللي كان فوق منها. الاقي ان اللهب بتاعي بقى منطقتين، انر كون بلس اوتر كون. اللهب المتعادل او النيوترال فليم درجه حرارته من 3100 ل 3500 مئوي. كل ما بخش جوه كل ما درجه الحراره بتزيد. كل ما بخرج بره كل ما درجه الحراره بتقل. المفروض ان انت بتبقى عارف التفاعل الكيميائي اللي بيتم ما بين الاكسجين والاسترين عشان يديني درجه الحراره العاليه ديت. دخل عندي ايه؟ C2H2 بلس O2 هيديني CO ده كمرحله اولى للتفاعل بلس H2 بلس هيت. المرحله الثانيه للتفاعل او كماله التفاعل بتاعي هيبتدي ايه؟ يخش اكسجين الهواء الجوي كعنصر مكمل في المعادله بتاعتي. فانا خرج عندي CO بلس H2 بلس O2. ال O2 والسي هيديني CO2 بلس H2O بلس هيت. ده التفاعل الكيميائي اللي بيتم في مناطق لهب لحام الاوكسي استرين. اوكي، احنا قلنا ان اللهب لحام الاوكسي استرين اللي هو النيوترال فليم بتاعي، النيوترال فليم وظيفته عمليات اللحام. المفروض ان انا دلوقتي هلحم في اسهل بوزيشن لعمليه اللحام اللي هو البوزيشن الفلات اللي موجود قدامك. ببتدي اجيب السلكه بتاعتي ولتكن ايه؟ سبيكه نحاس البرونز اللي انا اتكلمت عليها. طالما انا قلت سبيكه يبقى اكيد هي خليط من معدنين او اكتر. سبيكه نحاس البرونز هي عباره عن فضه، قصدير، نحاس نقي. النسبه الاكبر للايه؟ للنحاس بنسبه 43%. اول خطوه عندي في عمليه اللحام ببتدي اسخن السلكه بتاعتي تسخين خفيف. ببتدي اضيف لها الماده البيضاء ديت اللي هي الفلكس. الفلكس ده وظيفته ايه؟ وظيفته الاساسيه والرئيسيه عندي حمايه المعدن من الاكسده. الوظيفه الثانيه تنظيف سطح المعدن من ايه؟ من الشوائب. الوظيفه الثالثه مساعد في صهر سلكه اللحام. الخطوه الثانيه هبتدي اجهز سطح المعدن لعمليه اللحام. هجهز سطح المعدن ازاي لعمليه اللحام؟ عن طريق تسخين. انا لما بعمل تسخين في المعدن بيحصل ستريتشنج للايه؟ للمعدن بتاعي، بيحصل تمدد للجزيئات بتبتدي تبعد عن بعضيها.